السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وسعادة بإذن الله. فيديو النهاردة عن كام غسول كده، يعني حوالي 7-8 غسول استخدمتهم وخلصتهم. هقول لكم ايه اللي عجبني وايه اللي ما عجبنيش. بس قبل ما ابدا الفيديو، اللي لسه ما اشتركش في القناه يدوس على زر الاشتراك اللي تحت ويعمل سبسكرايب ويفعل الجرس اللي جنبه عشان كل فيديو انزله يجيلكم على طول. اول حاجه هتكلم عنها اللي هو تيلو فلاي. تيلو فلاي ده حلو قوي قوي قوي. اللي عجبني فيه ان هو فيه ساليسيليك اسيد وفيه كمان الفيتامين سي. مش هقول لكم ان هو فتح بشرتي، بس هو الصراحه بيعالج البشره من الحبوب. حلو جدا جدا البشره الدهنيه والمختلطه المعرضه برضو للحبوب، او المختلطه المائله للدهنيه. الاتنين حلوين. ينفع برضو مع انواع البشرات التانية، بس هو حلو جدا هيكون مع الناس اللي بشرتها دهنيه ومختلطه اكتر، يعني فاهمين. حلو بيعالج الحبوب وحلو جدا، وكميته 150 ملي. اعتقد كنت جايباه بحوالي كان ب185، مش فاكره كان ده سعره بالظبط ولا لا. بس بالنسبه لسعره هو يعني يعتبر كويس. هتلاقوه ان شاء الله في الصيدليات، كان في الصيدليات فهتلاقوه. انا ما كررتهوش تاني لان انا بستخدم غسولات تانية، معايا واحد يعني انا على طول بستخدمه في اللي هو ساليسيليك اسيد. فده انا كنت جايباه حلو جدا. بينشف البشره؟ لا مش بينشفها، لان انت اوريدي اصلا بتحطي مرطب مرتين في اليوم في الصيف او في الشتاء، فانت مش هتحسي ان بشرتك بقت جافه. تاني حاجه اللي هو ده من ACM اللي هو سيبونكس. سيبونكس ده حلو جدا جدا جدا، بس انا عارفه ان هو مقاطعه دلوقتي او مش مقاطعه، بس انا مش عارفه يعني هو مقاطعه ولا لا، بس اعتقد ان هو مقاطعه. ACM دي مقاطعه، بس هو عجبني جدا جدا. بينظف البشره حلو قوي قوي قوي. حلو كمان للجسم والوش، للاتنين. مش حلو للوش بس، لا للاتنين ينفع ليهم. لو انت عندك حبوب في الجسم نفسه بيعالج الحبوب، وفي نفس الوقت بيخليها رطبه قوي، وفي نفس الوقت يعني بحس كده بانتعاش بصراحه منه. كميته كانت كبيره، كانت 200 ملي اعتقد، 200 ملي. فكنت مش فاكره جايباها من كام، كنت جايباها من فتره كبيره قوي، من حوالي سنه ونص. سنتين كمان، لان ده عندي من زمان. فمش عارفه، لا متهيألي سنه ونص. فمش عارفه دلوقتي بقى سعره كام، بس انا مش هكرره تاني، مش عشان مقاطعه، عشان خاطر انا برضو هقول لكم تاني بستخدم غسولات تانية. تالت واحد اللي هو كلينيك ده حلو قوي 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 لجميع انواع البشره. تحسوا كده بشرتكم كده تحسوها كده مترطبه، تحسوها حاجه حلوه كده بشرتكم، ما تحسوهاش ان هي ناشفه وكده. ف حلو للناس اللي مش بشرتها دهنيه والناس اللي بشرتها مختلطه، مش هيكون حلو معاكم لان محبطوش قوي على البشره. بس هو مشكلته ان هو غالي دلوقتي. فانا كنت جايباه من فتره كبيره طبعا، من حوالي سنتين برضو. كان 150 مللي، كنت جايباه بحوالي 500 جنيه متهيألي. فبالنسبه دلوقتي لسعره او 400 جنيه، مش فاكره سعره كان كام يعني دلوقتي. كمان اللي هو اللي بعده البيز لاين ما عجبنيش خالص، مش حسيته باي حاجه خالص. هو للبشره الدهنيه والمختلطه، ما حسيتش باي حاجه منه ومفتحش البشره. حسيته فاكس خالص في الحاجات دي، ما حبيتهوش قوي. مصدقت ما هو مخلص، فقلت ان انا مش هكرره كده تاني يعني. كمان اللي ما حبيتهوش اللي هو الشان اللي هو الكلينسر. ما بيعملش اي حاجه يا جماعه في البشره غير ان هو غسول. طيب غسول هل بينظف البشره وكده؟ ما حسيتش باي نظافه غير لما تعملي مرتين غسول ورا بعض. يعني تغسلي الاول بشرتك بيه، بعد كده تعيدي بشرتك تاني بنفس الطريقه، نفس الخطوه هي تعيديها تاني. يعني تغسلي وشك مرتين بنفس الغسول لولا ما يجيب معاكي نتيجه. لكن وحده بمره واحده مش هيعمل اي حاجه. فهو 250 كان سعره 100 وحاجه. فانا بالنسبه لي هو رخيص بس انا بالنسبه لي مش حلو خالص. فحتى لو كان كده مش هكرره تاني. الناين تايمز ده كنت جايباه هو والسيرم بتاعه. كنت جايباه من بتاع نفسه اللي على الويب سايت بتاعه. فما حسيتش بحاجه يعني منه. هو مكتوب فيه ان نيناسيناميد وهو الاويل سكين البشره الدهنيه، وفي نيناسيناميد. بس انا
مش عارفه، ما حبيتهوش، حسيته بيطلع لي الحبوب، معرفش ازاي، بس انا حسيت ان هو بيطلع الحبوب بس ما كانش بيعالجها. يعني في غسولات بتطلع الحبوب زي ده اللي هو التيلو فلاي بيطلع الحبوب برضه بس بيعالجها، يعني بيعالج الحبوب لما انت بتطلعيها، لكن ده ما حسيتوش الافكت بتاعه خالص، غير ان انا اصلا يعني بستخدم ده معاه. السيرافي انا عارفه ان هو مقاطع، بس انا للاسف ما بقدرش استغنى عنه. فهو فيه الساليسيليك اسيد، ده طبعا احجام، ده ال 236، انا عندي الحجم الكبير دلوقتي ده خلص. فعايزه اقول لكم ان هو تحفه قوي قوي قوي، ما لازم ده يكون معايا في البيت. فمش عارفه انا استغنى عنه الصراحه، عارفه ان هو مقاطعه بس مش لاقيه غسول زيه. بينشف البشره، بيعالج الحبوب، بس في نفس الوقت بيعالج الحبوب اللي تحت الجلد، وفي نفس الوقت بيخلي البشره ناشفه. انت اصلا حتى لو ما استخدمتيش غسول بينشف البشره، في ناس بتستخدم اللي هي الحاجات اللي هي التقشير، سواء الاكريتين او الادبالين، فبيخلي البشره اصلا تنشف. فهو اللي عجبني فيه ان هو بينشف البشره وبيعالج الحبوب وبيطلع الحبوب تحت الجلد وبيعالج برضو الحبوب اللي تحت الجلد. فهو ده الصراحه اللي عجبني فيه، ان هو تحفه. طبعا هو اصلا اوريدي بينشف البشره، مش هو وحده بينشف البشره، في غسولات تانية بتنشف البشره، بس انا اوريدي بحط مرطب. نيجي بقى على اخر واحد اللي هو ليلاك ده ناس كتير قالت لي جربيه وحلو هيعجبك الصراحه. شابولي عجبني قوي 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 قوي. فحلو جدا للبشره الدهنيه والبشره المعرضه للحبوب والبشره المختلطه المائله للدهنيه، ممتاز ممتاز ممتاز. ومعاكم برضو متهيالي ينفع لجميع البشرات. عايزه اقول لكم بيعالج الحبوب فعلا، حرفيا بيعالجها، الحبوب اللي هي على البشره مش تحت الجلد، بيعالج الحبوب اللي هي فوق الجلد، تمام، عشان خاطر في حاجات بتعالج تحت وفي حاجات بتعالج فوق. فده اللي بيعالج الحبوب اللي فوق الجلد. بيخلي البشره كانك حاطه حاجه كريمي كده في البشره، كانك حاطه مرطب في البشره في وشك. فعايزه اقول لكم تحفه تحفه تحفه. انا لسه بادئه فيه من حوالي اسبوعين، بس عايزه اقول لكم يعني خلاص، يعني باقي له نص كده ويخلص. بس ده هكرره تاني، وهو والسيرافي هكرره تاني، لكن باقي الغسالات مش هكررها تاني، لان انا في حاجات بتعجبني اكتر بتكون بدايل الحاجات التانية، يعني فاهمين، يعني زي السيبونكس ده مقاطعه، في نفس الوقت انا مش لاقياه حاليا اصلا، ومعرفش سعره بقى كام. ففي ليلاك ده تحفه يا جماعه، تحفه. هجرب ان شاء الله منه الكريم بتاعه زي ما انتم ما قلتوا لي، هجربه ان شاء الله، بس يجي الاول، يعني يوصل اللي انا هجيب منها واجيب منها واجربه. وان شاء الله هجرب كمان السيروم بتاعه، في منه سيروم فهجربه ان شاء الله. فعايزه اقول لكم ان هو تحفه تحفه تحفه. طيب ايه احسن غسول فيهم انت عايزاه، او انا اقترح عليكم تجيبوا ايه غسول؟ اقترح عليكم تجيبوا ليلاك. لو انتم مش عندكم متاح ليلاك هاتوا التيلو فلاي بس. لكن البيز لاين، الكلينيك، السيبونكس، الشان، الناين تايمز، لا ما انصحكمش تجيبوا ولا واحد منهم، مش هعمل معاكم اي حاجه. هو احسن 3 غسولات اللي هو ليلاك وتيلو فلاي والسيرافي، هما دول احسن 3 غسولات اللي انا جربتهم لغايه دلوقتي. في طبعا غسولات تانية انا لسه يخلص اللي عندي وهجربه، او يخلص ليلاك وهجربه، وبعدين هقول لكم كمان تاني فيديو تاني، بس يعني كمان شويه قدام كده على باقي الغسولات التانية اللي انا هجربها. ده كان فيديو النهارده، معلش لو طولت عليكم واتكلمت كتير، بس كان لازم اعمل الفيديو ده. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.